أهلا بيكم متابعين قناة تاروت الإمبراطور. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الميزان طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو اشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واكتبوا يا رب بنية الفرج. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو ده وتعمل شير، وتاخد من القراءة اللي ينطبق عليك وسيب الباقي. مبدئيا كده يا برج الميزان، انا شايف ان في كتير منكم هنا قلوبكم كتير وجعاكم وكتير تعبانين. وانا شايف كمان اللي في منكم هنا ممكن تكونوا بتبكوا كتير، او ممكن يكون اللي في منكم هنا اللي بيعاني مع خلاف مع حبيب او كراش او حتى زوج، على خلاف كل واحد طبعا وحياته. او ممكن يكون في ما بينكم هنا بعد او انفصال، وده كتير مؤثر على نفسيتكم ومؤثر على تفكيركم ومؤثر على احساسكم في الفترة دي. وانا شايف هنا ان انتوا عندكم كتير شكوك هنا وعندكم مخاوف، وبتتساءلوا كتير اذا كان الشخص ده هنا بيحبكم ولا لأ، او اذا كان الخلاف اللي ما بينكم ده هينتهي ولا لأ، او البعد حتى اللي ما بينكم ده هينتهي ولا لأ، او اذا كان هو مهتم بيكم وبيراقبكم، او مثلا بيحاول يعرف اخبار عنكم ولا لأ، ولا هو نسيكم، وهل هو بيحبكم زي ما انتم ما بتحبوه ولا لأ. فأنا شايف إن دي كتير أسئلة بتدور في دماغكم، وانتوا بتدوروا على إجابة ليها، ومن كتر ما انتوا بتدوروا على إجابة أو بتفكروا فيها، زي ما تكون انتوا كتير تعبانين والشكوك اتملكت منكم. بس في حاجة هنا انتوا محتاجين تاخدوا بالكم منها، إن ممكن يكون المشاكل اللي ما بينكم في الفترة الحالية دي هي ممكن تكون نتيجة ضغوطات أو مسؤوليات. فممكن يكون الشخص ده ما كانش متحمل الضغوطات اللي كانت عليه، او مثلا في شغله او في حياته، فانفجر فيكم. او ممكن كانت حاجة بسيطة، كان مثلا سوء فهم بسيط او حاجة زي كده، وبسبب الضغوطات اللي بيمر بيها الشخص ده زي ما يكون اتعصب عليكم وحصل خلافات او مشاكل، وزي ما تكون بعدتوا عن بعض في الفترة دي يعني. والشخص ده هنا انا شايف ان هو كتير بيحبكم وكتير مهتم بيكم، وانا شايف ان اللي انتوا الاتنين بتحبوا بعض، وانا شايف كمان ان انتوا ملكتوا قلوب بعض. والحب ده بينكم، الحب ده متبادل يعني مش من طرف واحد. انتوا نزل لكم هنا كارت اللافرز، فانا شايف ان الحب ما بينكم متبادل انتوا الاتنين. انتوا الاتنين هنا بتحبوا بعض، مش حب من طرف واحد خالص. وانا شايف ان باب الحب هنا مفتوح ليكم، فبلاش اي تفكير سلبي، او لا بلاش القلق اللي انتوا فيه دلوقتي، او بلاش الخوف اللي انتوا فيه، وبلاش الافكار السلبية فيما يخص الحبيب او فيما يخص الحاجة اللي يعني تخص علاقتكم بشريك حياتكم. وممكن يكون انتوا تفكيركم ممكن يكون وصلكم ان ممكن يكون الشخص ده في حد تاني في حياته، او ان خلاص الشخص ده ممكن يكون مش بيحبكم. فبلاش الافكار دي كلها، لان الافكار دي كلها بتتعبكم. لان انا شايف ان في طاقة حب قوية جدا هنا في الكروت، يعني كارت اللافرز. يعني انا شايف ان الحب ده يعني زي ما تقول انت كده انتوا الاتنين بتموتوا في بعض. ممكن انتوا مش حاسين بطاقة الحب دي نظرا للقلق والشكوك اللي بتدور في دماغكم، والافكار السلبية اللي ممكن تكون بتدور في دماغكم. وانا شايف ان في مراقبة شديدة جدا من الشخص ده. انا شايف ان الشخص ده لو انتوا بعاد عن بعض في الفترة الحالية، فانا شايف ان الشخص ده بيراقبكم مراقبة قوية جدا، وبيتطلع ان هو يعرف اخباركم. وممكن يكون الشخص ده بيفكر ان هو يصالحكم، او ان هو يجيب لكم هدية. وانا شايف ان هو متمسك بيكم وبيحبكم كتير جدا، بس القلق والخوف اللي انتوا عايشين فيه ده مش حاسين بطاقة الحب اللي صادرة من الشخص ده اتجاهكم. ولكن انا شايف ان الشخص ده بيحبكم ومهتم بيكم جدا، وكتير بيفكر فيكم قوي، حتى وهو في عز انشغاله او في عز شغله، او في عز ما هو مضغوط او تعبان بيفكر فيكم كتير جدا. وكمان ممكن يكون بيراقبكم على السوشيال ميديا، او ممكن يكون في صورة معاه او مع الشخص ده يعني، ممكن يكون بيبص فيها، او زي ما يكون بينكم ذكريات حلوة. والشخص ده انا شايف ان هو بيفتكرها كتير جدا، والذكرى اللي ما بينكم دي بتسعد الشخص ده وبتخليه في منتهى السعادة. والشخص ده انا شايف ان هو مش بينساكم، يعني مش ناسيكم، ومش بيبطل تفكير فيك
طول الوقت بيفكر فيك ومشغول بيك جدا. فانا شايف ان الشخص ده منسكش خالص، الشخص ده بيفكر فيك طول الوقت وبيحبك ونفسه ان هو يكون معاك مرة تانية. فانا شايف ان هو منسكش خالص. فكل الافكار والاوهام اللي في دماغك دي نابعة من افكارك بس، والشكوك والافكار السلبية اللي انت خليتها تتملك منك. بس انت هنا مش عارف ان قد ايه الشخص ده بيحبك، بسبب ان يمكن الشخص ده مش بيعترف لك او مش بيعبر لك عن ده بالطريقة اللي انت عايزها. او ممكن يكون الشخص ده مش بيعرف يعبر عن مشاعره بطريقة مباشرة. بس ممكن انت تلاحظ الحب في افعال الشخص ده، او ممكن تلاحظها في نظراته. بس انا شايف ان الشخص ده من جواه بيحبك، بس ممكن يكون ما بيعرفش يعبر، او في برود في المشاعر من ناحية الشخص ده اتجاهك في الفترة دي. وانا شايف هنا كمان ان بلاش ان انتوا تحكوا العلاقة دي لحد، وبلاش ان انتوا تدخلوا حد ما بينكم في العلاقة دي. وحاولوا ان انتوا تدوا للشخص ده بريك، وابعدوا عن المشاكل في الفترة دي، وابعدوا عن اي سوء فهم في الفترة دي. وبلاش تلميحات على السوشيال ميديا تخلي الشخص ده لما يقرا مثلا البوست اللي انتوا منزلينه او الستوري يخليه ان هو يتضايق. فانا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا توازنوا تصرفاتكم وتوازنوا كلامكم مع الشخص ده. وانا شايف ان كمان الشخص ده زي ما قلت لكم عليه ضغوطات كبيرة جدا فيما يخص الشغل، فممكن يكون بيسعى لتحسين دخله، او ممكن يكون عنده مشاكل مادية، او ممكن يكون الشخص ده عايزكم ان انتوا تتفهموا وضعه الحالي. وانا شايف ان العوائق المادية اللي بيمر بيها الشخص ده مش هتستمر كتير هنا، لان الشخص ده انا شايف ان في انفراجة جايله في الطريق بإذن الله، وشايف إن في باب خير هيتفتح ليه. وإن كان الشخص ده بيسعى لتحسين مستواه المادي، سواء كان في شغله بقى أو سواء كان شغال على مشروع، فأنا شايف إن الشخص ده هيقدر إن هو يوصل للمستوى المادي اللي هو بيحلم بيه. ومع وصول الشخص ده للمستوى المادي أو تحسين وضعه المادي اللي هو بيحلم بيه، وانتهاء الأزمة المادية اللي هو بيمر بيها أو اللي هو بيعاني منها، أو اللي ممكن تكون مقيداه في الفترة الحالية، فانا شايف ان الشخص ده بعد ما ينتهي الازمة دي، انا شايف ان هو هيعرض عليك الارتباط او الزواج هنا، او الاستقرار اللي انت بتحلم بيه. وانا شايف انتوا كمان كتير بتفكروا في الشخص ده، وبتفكروا بالارتباط بالشخص ده، وكتير متمسكين بيه. وانا شايف كمان ان الشخص ده انتوا عايزين ان انتوا تبتدوا معاه بداية جديدة بصفحة جديدة، نظرا للحب القوي اللي موجود ما بينكم انتوا الاتنين. وانا شايف ان انتوا الاتنين هنا بتكملوا بعض، وانتوا الاتنين هنا زي ما تكون علاقة توأم شعلة. بس انتوا محتاجين ان مش طول الوقت تفضلوا تشدوا مع بعض، انتوا محتاجين ان حد يشد والتاني يرخي، يعني يبقى فيه ليونة في التعامل، او لما واحد يتكلم التاني يسمعه. لازم تخلوا الشخص ده يتكلم معاكم ويحس ان هو مرتاح وهو معاكم، لان انتوا الاتنين بتكملوا بعض هنا. لان انتوا الاتنين لازم تتعلموا التوازن في العلاقة دي، ولازم تعرفوا ان مثلا الشخص ده لازم يكون مرتاح معاكم في التعامل، ولازم توازنوا تصرفاتكم وتوازنوا تفكيركم وتوازنوا كلامكم، عشان تحافظوا على العلاقة دي وما يبقاش فيها مشاكل او بعد او حتى تعب ما بينكم انتوا الاتنين. لان انا شايفكم هنا ان انتوا توأم شعلة، وانا شايف ان الشخص ده شايفكم هنا في منتهى الجمال، وممكن تكونوا بتتمتعوا بشخصية جذابة جدا وجميلة جدا، أو ممكن يكون مظهركم جذاب، أو في حاجة بتجذب الشخص ده ليكم. وأنا شايف هنا إن البعض منكم ممكن تكونوا وقفتوا مع الشخص ده كتير، أو ساعدتوه مساعدة مادية أو معنوية. فأنا شايف إن الحتة دي مش هتنطبق على كتير منكم، ممكن تنطبق على البعض منكم بس. بس أنا شايف إن الشخص ده بيحبك جدا هنا كتير، وبيغير عليك وكتير منجذب ليك. وانا شايف كمان ان في حاجة انتوا بتتمنوها، انا شايف ان هي هتتحقق،
وشايف ان هيكون في استقرار في حياتك هنا في الفترة اللي جاية، فاستبشر خير. وشايف لو في مثلا انفصال ما بينك وما بين الشخص ده او في مشاكل، فانا شايف ان المشاكل دي كلها هتتحل وهيبقى في بداية جديدة مشرقة. ولو في انفصال ما بينكم، فانا شايف ان في رجوع للعلاقة دي مرة تانية. فمش عايزك ان انت تقلق خالص، لان انا شايف ان كروتك حلوة جدا. مهما المشاكل اللي انت بتمر بيها مع حبيبك، او مهما كانت الصعوبات او الشكوك اللي بتدور في دماغك، فانا شايف ان في الاخر باذن الله هيكون في صفحة جديدة ورجوع في العلاقة، او هيبقى في صلح باذن الله. والشخص ده هيعرض عليك عرض ارتباط او زواج، او هيعرض عليك الاستقرار لما وضعه المادي يتظبط. فكده نكون خلصنا القراءة. فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل شير وتكتب يا رب في التعليقات عشان تستقبل طاقة الفيديو دي. تمام. ولو عندك اي استفسار اكتبهولي في التعليقات وانا هرد عليك.